بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق المرسلين. في الفيديو ده هنتكلم عن تاني مبدأ من مبادئ السوليد، وهو ال Open Closed Responsible، واختصاره OCB. ال Open Closed باختصار هو كلاس قابل للتوسيع، إن احنا نقدر نوسع فيه، بس هو مش قابل أو غير قابل للتعديل. يعني ايه؟ خلينا نرجع زي المرة اللي فاتت للمطعم والشيف المثال اللي احنا كنا ضربناه المرة اللي فاتت. فخلينا نقول ان احنا عندنا شيف. الشيف ده بيعرف يطبخ وجبتين بس، اللي هي الفراخ والبرجر. تمام. لو احنا عايزين نضيف صنف جديد، نفترض ان الصنف ده هو ايه؟ البيتزا. فسألنا الشيف هل هو يقدر يعمل بيتزا، فقال لك لا، انا معرفش المكونات، ومعرفش بالظبط سر الخلطة ازاي، او معرفش الوقت اللي الخلطة دي بتاخده، او البيتزا بتاخد وقت قد ايه. فاحنا خدنا الشيف بتاعنا وديناه عند شيف اكبر عشان يعرف سر الخلطة ويعرف المكونات، ورجعناه عندنا عشان يبدأ يشتغل على البيتزا. فده طبعا مش حاجة عملية ان احنا كل ما نضيف حاجة جديدة في المنيو، الطباخ يروح ياخد دورة تدريبية عشان يعرف المكونات. فجينا قمنا عاملين نوتة كده. النوتة دي فيها كل صنف والمكونات بتاعته. الصنف الأول المكونات بتاعته كذا، الصنف التاني المكونات بتاعته كذا. كل اللي على الشيف إن هو بيروح يبص على الصنف اللي مكتوب ويروح يعمله في المطبخ. طلبنا فراخ، يروح على النوتة يبص على الفراخ ويجي يعملها. طلبنا برجر، يروح على النوتة يبص على طريقة عمل البرجر ويجي يعمله. ضفنا مثلا ان احنا عايزين نعمل شاورما، هيروح على النوتة نكتب فيها مكونات الشاورما. فلو طلبنا من الطباخ يروح يعمل شاورما، هيروح يبص على النوتة ويعمل الشاورما. يلا بينا نطبق ونشوف ده بيتعمل ازاي في الكود. هنا احنا عملنا كلاس خاص بالطباخ، ممكن نسميه شيف. اول حاجة في الكلاس ده، لو احنا طبعا بصينا على الفيديو اللي فات بتاع السنجل ريسبونسبيلتي، اول حاجة ان الكلاس ده بوظ مبدأ السنجل ريسبونسبيلتي، ان كل كلاس ليه حاجة واحدة او ليه مهمة واحدة. هنا الكلاس ده بيعمل بيتزا وبيعمل برجر وبيعمل شاورما. فطبعا البيتزا لها مكونات مختلفة، البرجر لها مكونات مختلفة، الشاورما لها مكونات مختلفة. دي اول حاجه. تاني حاجه ان احنا كل شويه هنروح نعدل في الكلاس الاساسي اللي هو الطباخ. فاحنا عايزين لما نضيف صنف جديد في المنيو ما نروحش نعدل على الطباخ. فعملنا ايه؟ عملنا abstract class خاص بالاطباق اللي عندنا. تمام. تاني حاجه قلنا ان احنا عندنا مثلا كلاس اسمه بيتزا، ده بياخد او بيمبلمنت من كلاس الاطباق. وعملنا كلاس تاني اسمه برجر، بإمبلمنت برضو من كلاس الأطباق. وعملنا كلاس مثلا تالت اسمه شاورما، بإمبلمنت من كلاس الأطباق. تمام. دلوقتي كل لما أحب أضيف صنف جديد هروح أعمل كلاس وأضيف الصنف. إزاي بقى نخلي الطباخ بتاعنا كل شوية أما نطلب منه حاجة معينة يروح يعملها؟ هنيجي هنا نشيل اف دي. كل اللي هنعمله هنعمل void اسمها مثلا بريبير او ميك او ايا كان اسم الفويد دي او اسم الفانكشن دي، بتاخد من كلاس الاطباق وبتقول له بس اطبخ، ما بتعملش غير كده. وهنيجي هنا في المين هنقول له cook دوت بريبير، وقلنا اعمل لنا البيتزا. هنعمل كده هتلاقيه طلع لنا البيتزا. عايزين نعمل صنف جديد، برجر مثلا، هيعمل لنا البرجر، هيعمل لنا الشاورما. تمام. وبكده
نكون قدرنا إن إحنا نضيف زي ما إحنا عايزين. يعني نقدر نيجي هنا نضيف مثلا صنف جديد، مثلا ممكن نخليه يعمل سلطة مثلا، سلطة، نقول له يطبخ السلطة. وهنيجي هنا تحت نقول له اعمل لنا السلطة، هيعمل لنا السلطة. وبكده نكون حافظنا على مبدأ السنجل responsibility، وفي نفس الوقت عملنا أو طبقنا مبدأ جديد اسمه الأوبن كلوزد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.